ازاي جبت جي بي اي 4 من 4 باقل مجهود واتخرجت من الكليه بامتياز وتعينت معيد كمان فيها؟ اول حاجه انا كنت دايما بحضر سواء سيكشن او محاضره. ما كنتش بفوت حاجه بصراحه في موضوع الحضور ده، بخلاف طبعا ان بيكون عليه درجات، بخلاف ان ممكن الدكتور او ممكن المعيد يقول حاجه ويجيبها في كويز ويجيبها في امتحان، وده على فكره انا بشوفه حقه. وحتى انا بعمل ده مع الطلبه، لان انت طبيعي بتبقى محتاج ان انت تميز شويه الطالب اللي بيحضر، ما هو مش هتساوي برضو اللي بيحضر من اللي ما بيحضرش. طيب، انا كنت بحضر ده مبدئيا. كنت دايما معايا كشكول لكل ماده، زي ما بنعمل في المدرسه كشكول لكل ماده، اكتب اللي المعيد بيقوله، اكتب اللي الدكتور بيقوله، بيكتبه يعني، مش بكتب الشفوي حتى، بكتب اللي بيكتبه اللي هو الطبيعي خالص. طيب، عقل البني ادم عموما، ودي معلومه كنت انا عارفها وانا داخل فعشان كده بقولها. عقل البني ادم عموما لو سمع الحاجه دلوقتي زي ما انت بتسمع مني ورحت طبقت عليها على طول او رحت ذاكرتها على طول، طبيعي ان هي مش هتاخد معاك وقت. بمعنى ان انا كنت اخلص المحاضره، حضرت اليوم عندي محاضره 2 3 بخلصهم كلهم بحضرهم كلهم، اروح معايا ورقي شويه ورق كده كويسين، احطهم جنبي، احط جنبي القلم، احط جنبي القهوه، قدامي السكتش اللي انا كتبت منه وبقعد اذاكر. ما كنتش بسجل ولا محاضره ولا محاضره كنت بسجله، الموضوع ده ملوش لازمه خالص لو انت هتذاكر في نفس اليوم. وده المهم وده اللي كنت انا بعمله، اروح اذاكر الحاجه في نفس اليوم. اقصى محاضره تاخد ايه؟ تاخد ساعه. مفيش محاضره بتكسر الساعه. هتاخد ساعتين، هتاخد ساعتين. اقصى حاجه برضه هتاخد ساعتين، مع ان ما فيش ولا محاضره كانت بتاخد معايا ساعتين نهائي. 5 سنين هندسه ولا محاضره خدت ساعتين، مش عشان انا ذكي بس عشان كنت بحضر واروح اطبق. طيب، خلصت يوم الاحد 2 3 من الحد للخميس، دايما الجامعات اللي هي طب وهندسه فيها الاسبوع بالكامل. طيب، بقعد جمعه وسبت اجمع كل اللي انا ذاكرته طول الاسبوع، برضه ما بياخدش معاك اكتر من ساعه او اتنين. ليه؟ انت المعلومه لسه فريش في دماغك، ابتديت ان انت تحفظها. المخ شافها مره واتنين، العين شافتها مره واتنين، المخ هيفضل يفتكرها مره واتنين برضو. طيب، جيت الجمعه والسبت ابتديت ان انت تحل شويه، ذاكرت المحاضره تحل الشيت باقل المجهود، ممكن ان انت تجيب تقدير. هتدخل اول كويز وانت جاي ان انت تذاكر الكميه اللي انت خدتها، مفيش مجهود كبير زي اللي قاعد بيلم وزي اللي بيراكم وزي اللي ساب شابتر واتنين ومحاضره واتنين وسيكشن واتنين وكويز واتنين. بابسط الطرق احضر اللي تحضره او اللي تاخده، روح ذاكره، حل شيت اللي الدكتور بيقول عليه، هتخش الكويز تجيب تقدير. ما هي الناس بتقول لك، او حتى اللي بيجيب بيقول لك ده انا كنت بابسط الطرق وجرب ده، انا جبت جي بي 4 من 4، مش سمستر ولا اتنين، انا جبت 8 سمستر 4 من 4 عشان كنت بعمل كده بس.